قبل الفاصل كابتن جارم وصف استقالة دكتور عفت السادات بانها تمثيليه او فيلم عربي على حد وصفه، هو فيلم عربي فعلا ولا؟ انا مع الكابتن جارم. انت معاه ايه؟ معاه في الوصف ده. فيلم عربي يعني؟ طبعا. عربي بس؟ ممكن يبقى هندي كمان. ممكن يبقى فيلم هندي. ليه؟ يعني انا شايف ان عايز استقيل. انا امبارح كان عندي اجتماع مجلس اداره والناس بتقول لك الوضع صعب والوضع فيه مشاكل واللي جاي صعب، ومع ذلك انت تمسكت وقعدت وقلت واحنا هنعمل وهنجيب الكابتن فاروق وهنجيب الجهاز بتاعه، ورحت واجتمعت معاهم وعرضت عليهم حوالي 170,000 جنيه شهريا الجهاز بتاعه، المفروض ان هم هياخدوا شهرين مقدم. والكابتن فاروق طلب حاجات معينه. طلب ايه؟ 1 ملعب يتمرنوا عليه الفرقه. وافق. طلبت انا طلبت ماشي. 2 مستحقات اللاعبين تدفع في ميعادها وتضغط، يعني اللعيبه فاضل لها 8 اقساط، لازم يبقوا 4 لان الدوري هينتهي بعد 4 شهور، فلازم كل شهر ياخدوا القسطين مدموجين. القسط الواحد بتاع اللعيبه 420,000 جنيه، يعني 840,000 جنيه. والدكتور عفت وافق. ما هو ده الكلام اللي فاروق الكابتن فاروق جعفر طلبه واللي احمد ساري طلبه. ملعب، مستحقات اللاعبين، مستحقات الجهاز اللي احنا ما قبضناهاش، هو طلب مستحقات الجهاز بتاعه وياخدوا شهرين مقدم، احنا طلبنا مرتباتنا العاديه ما اتعملتش. ادوات الكور وملابس طلبنا. انتوا بالمناسبه لعبتوا ماتش بتروجيت بكور بتروجيت؟ بكور بتروجيت عشان انا طالب بقالي شهر كور وما جاتش. ونزلتوا ماتش الزمالك بلبس ما كانش عندنا لبس وطلبنا منهم ملابس، قال لك الاهرام ما بعتتش، مش عارف مين ما بعتش، الشركه الراعيه ما بعتتش، فنعمل ايه يا جماعه؟ في طقمين عندنا من السنه اللي فاتت لميناهم، فانيلا وشورت من هنا وفانيلا رقم 15. نادي الاتحاد بيلم فانيلا وشورت؟ لا ده انت رايح تلعب الزمالك في القاهره واول ماتش في الدوري. تلفزيون، ماتش التلفزيون ده اهلي وزمالك. اظن يعني ما ينفعش ما اطلبش ملابس، طلبنا مفيش حاجه اتعملت. طب انت كنت طالب الطلبات دي كلها كانت المفروض قبل ده المفروض ده الطبيعي. الدكتور عفت لما في المداخله اللي عملت الدوشه ديت مع بعد المباراه بيقول لي يا كابتن انت مش طلبت مني كذا وانا نفذته؟ يعني ايه؟ ده الطبيعي، المفروض ان هو يبقى متوفر قبل ما انا اجي اشتغل، لكن مش انا اطلبه عشان يتعمل، ده الطبيعي. اللعيبه دي تاخد مستحقاتها في بدايه الموسم اللي هو المفروض من 1/8 لما تأجل ل 10 وال 11 و 12 واحد لحد ما وصلوا ل3. لما تديها لهم في 3 هذه ليست منا، هذا وضع طبيعي لازم تدفع حقهم بس. حقهم. وانت الدوري اتلعب، معنى ان الدوري اتلعب يعني اي تعاقد النادي عامله مع اي لاعب لازم ياخده كاملا. بس عايز اقول حاجه، موجود في بس عايز اقول حاجه، في كتير من الانديه برضه زي الاسماعيلي ويعني وفي الزمالك وفي الانديه الكبيره كلها حتى في ازمات ماليه واللعيبه بتصبر على النادي. جميل. ليه بيتقال ان لعيبه نادي الاتحاد السكندري مش ولاد البلد مش خايفين؟ طب ما انت نموذج ما بتاخدش فلوسك وصبرت، ليه اللعيبه مش صابره؟ انت وعدت. انا قلت للدكتور عفت، قعدت معاه، بص يعني هو زعل مني لما انا قعدت معاه ووضحت له كل الكلام اللي حضرتك بتقول ده. ان في التزامات لازم حضرتك لما توعد ما ينفعش تخلف. قلت يوم واحد يبقى يوم واحد، ما تقولش يوم واحد، قول ان شاء الله يوم 1000. لكن ما ينفعش تقول يوم كذا وبعدين يجوا اللعيبه ما يلاقوش. انا بواجه مشكله وصعوبه ان انا اطلع الولد من الحاله النفسيه السيئه اللي هو فيها بسبب ان هو كان عامل حساب النهارده يجي ياخد قسط وما يلاقيش، ياخد مبلغ وما يلاقيش. كابتن يعني ما كانش في فلوس بتدفع يا كابتن خالص. انا بقول لحضرتك ال 25% خدوها على حوالي 10 مرات. بس خدوها في جزء بس خدوها. ايوه. لحد شهر كام؟ كل مره عشان ياخدوا جزء انا بعاني عشان الجزء ده يطلع. بس طب انا ده مش دوري. في انديه ثانيه ما بتاخدش. طيب انا مالي اذا كنت انت متفق مع اللاعبين على مواعيد. انت قلت لهم 1/3 هتاخدوا قسط. طب ما كده يا كابتن في ملام على كتير مع الفريق، يعني ازاي يعني انا بلعب في نادي الاتحاد اسيب نادي الاتحاد ليله ماتش بتروجيت وامشي؟ ما حدش يعني يقبل هذا. انا لو ابن النادي انت ما مشيتش ليه من الاوتيل انت كمان؟ ما حدش يقبل هذا، وانا متاكد ان اللعيبه ما كانوش بيمشوا، دول كانوا بيعملوا فيلم كده بيضغطوا بس. طب وينفع الكلام ده ليه؟ لا طبعا ما ينفعش، وانا قلت لهم الكلام ده، قلت لهم انتوا تملكوا عنصر وحيد هو الجمهور، هو الوحيد اللي واقف معاكم ضد اي حد. ضد المجلس وضد المشاكل اللي انتوا عايشين فيها وضد كل المعوقات اللي بتقابلكم، الوحيد الذي يدعمكم هو الجمهور. هم فقدوا بس فقدوا التعاطف. قلت لهم ما تفقدوش الجمهور. دي الميزه الوحيده اللي معانا. هل فعلا كان في تمرينه مره كانوا هم ماشيين والجمهور هو اللي رجعهم؟ ايوه حصل. وانا اللي قلت للجماهير. قلت للجماهير ايه؟ اللعيبه بكره لو الفلوس ما جاتش مش هينزلوا التمرين، فلازم انتوا تيجوا عشان تمنعوهم ان هم ما ينزلوش التمرين. ده انت علاقتك حلوه قوي بالجماهير اهو. انا بقول لك اهو. طيب اليوم اللي قبله جبت مدير النادي عشان مش راضيين ينزلوا التمرين. انا فقدت كل الحلول بتاعتي معاهم عشان خاطري
طب بكره، طب بعده، على الوعود اللي انا باخدها. كابتن مين اللي كان بيقود اللاعبين؟ لا مش عايزين نحمل حد لا مسؤوليه. لا لا ما انا بقول لحضرتك، كابتن كل مشارك يبقى لازم كله يتحمل مسؤوليه. عايز توقع عقوبه انا ماليش دعوه. لا 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 لا, لا, انا اقول لحضرتك بس، انا اقول لحضرتك كابتن مين أنا يا كابتن؟ كابتن يعني انا عشان اخد قرار جماعي او فرقه تاخد قرار جماعي، معلش يا كابتن دي كومبينه، دي كومبينه. يعني مش عايزين نوصفها التوصيف دوت. هم 15 لعيب خرجوا من المعسكر، ان شاء الله طلع واقف على باب الفندق، ان شاء الله شال شنطته. كابتن ساري كان عنده النية. كابتن ساري بحري ومحرم بيه كله بيتفرج دلوقتي، كله كان بشيزار وكله حلو وكرموز وكله ولحد ابو قير. ايوه واخد بالك؟ فاتكلم الكلام اللي الناس تفهمه. طيب دي مش كومبينه؟ ما بتتقالش في الوسط دي كومبينه؟ قول لي يا كابتن. انا لما اجي كلامك. انا مش فرقه بتاخد بعضها وبتمشي ليله الماتش دي ايه؟ انا ما بتفرقش معايا مين اللي عمل، انا بتفرق معايا اللعيبه دي خرجت ولا ما خرجت، مين قال لهم؟ انا مالي، ما اي حد يقول لهم، واحد فيهم قال لهم يلا بينا نمشوا. انت طلعت ليه؟ انت مش عارف اللي بيحصل في فرقتك؟ انا عارف مين اللي قال؟ طبعا. طب ما بتقولش ليه؟ هقول لمين؟ للجمهور. يتقال للجمهور الكلام دوت. انت لا قوله، ما هو الجمهور بيتفرج عليك دلوقتي. طب انا اقول لحضرتك على حاجه؟ قول. انا قلت ان انت هتقول الكواليس، لو انت ما قلتش الكواليس الجماهير هي اللي قايله لي. قايله لك ايه؟ ان في بعض اللعيبه بيحرضوا اللعيبه اللي هم مين؟ ما ينفعش يا كابتن لازم تقول للناس. هقول لك حاجات احسن من كده. مش دولت لا هقول لك حاجات احسن من كده. انا مستني الناس دول بيرتدوا ايا كان مش بيرتدوا فانيله نادي الاتحاد. طبعا انا بقول لك ما تحاسبش واحد، حاسب لي ال 15 لعيب اللي خرجوا من باب الفندق. يعني دولت لازم يمشوا من نادي الاتحاد؟ لازم يتحاسبوا، لازم يجي يتقعد معاهم وتتحاسب. طب ما هو حاسبه، ما هو قال 100,000 جنيه على كل لاعب. خلاص لما يقعد يحقق معاهم ويشوف اللائحه بتقول ايه ان شاء الله يخسر 200، ان شاء الله يخسر مليون. يعني انت معاه في القرار ده؟ انا معاه في ان انا لازم اوقع عقوبه على اللعيبه. يعني انت كنت معاه في ان هو يوقع 100,000 جنيه لو انت كنت لا مش درجه 100,000 جنيه، بس هي عقوبه مناسبه للحدث. الحدث يستوي 100,000. والله وقع 100,000 مليون. لا اقول لك حاجه، اللعيب اللي يسيب نادي الاتحاد السكندري ليله ماتش، انا وجهه نظري دي يعني اشبه بان انت عسكري بيخون في جيش. يعني انت بتسيب، انت رايح في مهمه بتمثل نادي بيمثل مدينه كبيره زي اسكندريه، وراح تلعب في ماتش في بتروجيت وعلى ارضك وفي ملعبك، وبتسيب الفرقه ليله الماتش وتمشي. انت بتتكلم فيها يا كابتن؟ ده يمشي من النادي. انا ما ادفعش 100,000، ما اعاقبش 100,000. امال تعمل ايه؟ انا اعاقب بمليون. لو الحدث فعلا لما اقعد معاه كده واجيبه اللي انت عملته كارثي، واعرف ظروفه ايه وملابساته ايه، اوقع عليه عقوبه، امشيه خالص. يمشي. مش فارقه معايا. بس اما اقعد معاه هينفع في الهوا بعد الماتش. طب لو كنا كسبنا الماتش انا كنت همشي؟ لا. اللعيبه دي كانت تتعاقب؟ لا. بس كده. بس اللعيبه عملت كده طبعا. طب ما عملوها قبل كده وما رضوش ينزلوا التمرين وخدوا شنطهم ومشوا، وما قدرناش وكلمنا وعملنا وبرضه يعني 3 شهور اللعيبه حاولوا فيهم ما ينزلوش التمرين اكتر من 20 مره. انا قدرت عليهم في 18 مره. وجبت لهم مدير النادي في مره، وجبنا لهم الجماهير في مره. طب وليه؟ احنا سايبين الجماهير يوميا احتكت بيهم لما رجعوا في التمرين؟ خالص قالوا لهم عشان خاطرنا احنا، قالوا لهم خلاص عشان خاطركم هنرجع التمرين. انا بقول لحضرتك انت سايب الراس وماسك الديل ليه؟ هي ايه المشكله؟ الدكتور عفت؟ لا، ايه مشكله اللعيبه؟ عايزين يمشوا ليه؟ عشان الفلوس. الفلوس دي ميعادها امتى؟ يوم 1/3. ما جاتش ليه الفلوس؟ 7/3. ايه القصه؟ اسبوع 7/3 9/3 ومحدش بيرد عليهم ومحدش بيقول لهم. ليه؟ مفيش فلوس. موافق تقعد يا ابني؟ على عيني وعلى راسي. مش موافق؟ اتفضل الباب يفوق الجمل. حقك. وانا هعتذر لك ان انا الجمهور متعاطف مع اللعيبه؟ كان قبل المباراه وبعد المباراه زعل جدا طبعا. طب بعيد عن النتيجه خلي بالك. طب العلاقه هترجع تاني يعني؟ طب ما انت هو في لسه الدوري شغال، ودي اللعيبه اللي مشيت ليله الماتش، ودي اللعيبه اللي ساهمت في خساره الاتحاد 4-0. علاقه جماهير الاتحاد باللعيبه دي هتبقى ازاي؟ لازم اللعيبه تعتذر للجماهير دي، ولازم يتوقع عليهم العقوبه المناسبه للحدث اللي هم عملوه. بس هو الكابتن فاروق لو كان جه كان هيعمل الكلام ده؟ لا ما اعتقدش كان هيلم الناس. هو الحدث مش في وقته، الحدث جه في قبل. انا ماليش دعوه اللي حصل ايه. انا هاجي من دلوقتي اللعيبه دي تقعد معايا وهقول 1 2 3 وكله يلتزم بالكلام اللي انا هقوله. لكن انت عاقبك على حاجه حدثت هل بالفعل زي ما انا سمعت في الكابتن فاروق في جمهور كلمه قال له ما تجيش؟ انت حضرتك طلعتني من الموضوع. لا طبعا انا ما اعرفش. انا لازم اخدك في حتت كتير. لا انا بقول لحضرتك بس احنا عايزين نكمل. كابتن فاروق لما طلب 1 2 3 4 الكلام دوت زي ما على كلام الدكتور عفت ومجلس الاداره الناس المحترمين ان هم موافقين، باستثناء الكابتن هاني سرور هو اللي رفض الرقم الفلكي ده. ال 170,000 جنيه ومقدم الشهرين، وضغط قسط اللاعبين اللي هم 420,000 يبقوا 840,000 ويدفعوا على 4 شهور. يعني 1,200,000 جنيه ولا 1,100,000 جنيه كل شهر لازم يدفعوا. قال لك الفلوس طلعت.
قال لك الفلوس طلعت. طب اقول لحضرتك على حاجه، ها والله العظيم انا فرحت. فرحت؟ يا راجل والله العظيم انا فرحت، قلت الحمد لله. يعني اذا كان نادي الاتحاد هيقف على رجليه والفلوس هتظهر واللعيبه دي هتيجي وتتجمع وتاخد حقوقها ويجي نجم واسم كبير زي كابتن فاروق جعفر يقود هذه المنظومه، يا ريت انا ابقى بره. امال انت بتتهم ان انت ليك علاقات غريبه ومريبه بالجماهير، وبيقولوا احمد ساري عظمه تقيله في اسكندريه، ولو اسمع مني بقى، اسمع مني ومظبط الدنيا. طبعا انا اقول لحضرتك على حاجه. مباراه، انت ضحكت ليه كده؟ هقول لما انا هحكي لك الموقف. مباراه نادي الاتحاد وحرس الحدود. اول مباراه ليا، كان بقالي حوالي 5 سنين قاعد في السودان بمرن. فلما رجعت اشتغلت مع مستر كابرال كمساعد. حلو. ففريق الحرس بيسخن وفريق الاتحاد بيسخن، ونزلوا اللعيبه الملعب بيجروا بقى دقيقتين كده، وانا اللي هعمل الاحماء بتاع الفريق. فيدوب الجماهير بس شافتني وانا طالع من الملعب كده. راح الملعب مولع، فاللعيبه عماله تبص هو في ايه؟ مفيش حاجه حصلت. ده في واحد جاي ماشي ايه لابس تريننج كده وماشي. فيا دوب وصلت دخلت على نص الملعب، راحت الدنيا ولعه. فالفرقتين قعدوا يبصوا هو مين ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ طبعا كان اول مره يشوفوا احمد ساري والجمهور. فواحد جه قال لي كابتن هو انت هتلعب؟ قلت له لا. طب ايه يعني؟ قلت له يعني ده انت شعبيتك كبيره قوي كده. الحمد لله، ده فضل ونعمه من ربنا. انا ما فيش واحد في الجماهير دي كلها في اثناء ما كنت بلعب وبمثل نادي الاتحاد ما كانش في بيني وبينه علاقه محترمه وعلاقه حب. اي حد بقابله في الشارع بعامله اكنه اخويا كبير او اخويا صغير حسب سنه، بجامل كل الناس، بوصل معاهم الى ابعد مدى كل اللي هم عايزينه. وفي الاخر كنت في اوقات كانوا بيطلعوا يشتموني في المدرجات لما كنت باخفق ان انا احرز اهداف. المجامله دي مجامله من انهي نوع؟ يعني لما حد يعزمك على فرح حد من ولاده، لما يعزمك على مناسبه، لما تروح تعزي حد فيهم، يعني انت لما تبقى قريب منهم ويحسوا ان انت يعني واحد. لما انت بتروح الفرح، لما تطلع من الملعب من التمرين وتلاقي 20 30 واحد، ما تمشيش غير لما تسلم على 20 30 يعني واحد. في بعض الجماهير ممكن انت تروح تنقطهم مثلا في لا. يعني انا بدفع فلوس وكلام من ده. ده اتقال. لا يعني انا راجل غلبان على فكره. يعني هدفع 100 هيحبوني، 200 1000 يا سيدي، بس ممكن يبقوا 100 مؤثرين. لا انا ما بتكلمش على دولت، يعني انا بتكلم الناس المؤثره دي الحمد لله رب العالمين بيحبوني. يعني عندك جماهير دلوقتي بقت مواضيع الارتس، حتى انا جمعتهم كلهم. يعني في عندنا احفاد الاسكندر، وعندنا الشله الحلوه، وعندنا جرين ماجيك، وعندنا مجموعه الالتراس. يعني كل المجاميع ديت انا قعدت قلت له ليه احنا مقسمين نفسنا ليه؟ ما تخليكم فرقه واحده وكلنا نبقى. قالوا لي يا كابتن احنا كلنا مع بعض، بس كل واحد ليه اسلوب في التشجيع، دول بيشجعوا في الجنب ده ودول بيشجعوا في الجنب ده ودول بيشجعوا في الجنب، وبينهم الحمد لله يعني كان في بعض التاتش اللي كان موجود في الفتره اللي فاتت، ولكن دلوقتي ما شاء الله كلهم مع بعض. فانا قلت لهم انا نفسي انزل الملعب اشوف الملعب كله اخضر في كل الاتجاهات. اللعيبه دي تنزل الملعب تسمع الها ديت، الفرقه اللي قدامك بتتغلب قبل ما الماتش يبدا. بس ما فيش، فانا مش هقدر ادي فلوس لل 20000 اللي في المدرجات عشان اريحك يعني من الاخر. لا وانا ما قلتش حاجه. لا انا بقول لك الكلام اللي انا ما قلتش كده. يعني انا ما قلتش كده، انا بقول لك انا بقول لحضرتك على حاجه. اللي بيدفع فلوس المفروض يبقى واحد بزنس مان، حاجه كده جامده، هو ده اللي يقدر يصد على. هو في ناس بتدفع فلوس؟ انا بسمع، والله العظيم بسمع، يعني اسمع كده ان في ناس بتدفع فلوس. مش في نادي الاتحاد. لا يعني انا لعبت في نادي الزمالك، ولعبت في نادي القناه، ولعبت في نادي الاولمبي، ولعبت في نادي البحر الاحمر، ومرنت في نادي حرس الحدود. كل الانديه دي فيها ناس بتدفع فلوس ما عدا نادي الاتحاد؟ لا انا ما بقولكش بتدفع فلوس بالمعنى الدفع الفلوس اللي هو ايه يعني انت مش عارف ان الجماهير في بعض الانديه في الاهلي والزمالك وسي وي وفي ناس بتاخد فلوس؟ بتاخد فلوس من الجماهير؟ الجماهير بتاخد فلوس؟ من لعيبه يعني؟ اي. انت عارف كده؟ طبعا. طيب احنا معانا تليفونات. عبد الله الحسيني محرر بجريده اسكندراني عنده كواليس. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ عبد الله ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. احب امسي على الكابتن ساري. قول لي يا استاذ عبد الله، القصه دلوقتي في اسكندريه ماشيه ازاي بعد استقاله دكتور عفت السادات وبعد اقاله احمد ساري؟ طبعا جمهور اسكندريه كله فرحان طبعا باستقاله الكابتن الدكتور عفت السادات، وكله اصلا كان بيطالب بالاستقاله ديت من 3 4 شهور تقريبا. ده ايه كله دي؟ اصل كله دي ده اجماع يعني متهيألي مش موضوعي خالص. حضرتك تعالى انزل عند نادي الاتحاد وشوف الجمهور كله متقبل الاستقاله ازاي وحضرتك هتعرف. يعني مش فاهم، هل الجمعيه العموميه لو عملنا بكره انتخابات في نادي الاتحاد السكندري
دكتور عفت يسقط؟ وبص، في حاجه عايز اتكلم فيها، اللي نادي الاتحاد نادي كوره، نادي جمهور، مش نادي اعضاء. يا عبد الله انا بسالك سؤال، لو عملنا بكره انتخابات في نادي الاتحاد السكندري دكتور عفت يسقط بكره الصبح؟ ما هي المشكله اللي مش عارف اوصلها لك ازاي، اللي بقول لك برضو اللي معظم اعضاء نادي الاتحاد السكندري مش همهم الكوره ديت الحاجه الوحيده اللي بتنفذوا بيها جمهور الاتحاد السكندري. يعني مش عارف يعني. وبرضه في كام نقطه عايز اتكلم فيها مع حضرتك اتكلمت وقلت في كومبينه بتحصل من اللاعبين. كابتن سامي مش قادر يعني، او مش عايز يقول لك مين اصحاب الكومبينات ديت. احب اقول لك اللاعب رقم 1 اللي عمل الكومبينه ديت اللاعب سيد فريد. تاني واحد احب اقول لك محمد حمدي زكي، اللي هو يحسب من ابناء نادي الاتحاد السكندري. الكلام ده على مسؤوليتك انت. على مسؤوليتي ان شاء الله. تمام. ومين تاني؟ وفي لعيبه قالت لي في الهاني سليمان كان واقف مع الكابتن ساري على ما اعتقد، على ما يعني في ناس وصلت لي كده من الفندق، الهاني سليمان كان قاعد مع الكابتن ساري وكان بيرجع في اللعيبه. كان بيرجع في اللعيبه. يتهموه. يعني طب يعني مين بقى كده؟ انت بتقول كده ان اللي قاد التمرد سيد فريد؟ ايوه، محمد حمدي زكي. ومين تاني؟ ورامي ربيع. رامي ربيع. في كام نقطه برضه عايز اوصلها. لا مين تاني يا عبد الله؟ بس دوت اللي وصلوا لي، بس في ناس معاهم اكيد. نعم. يعني انا متاكد لك من دول عشان ما اقولش اسامي حد انا مش متاكد منه. الجمهور حتى في الماتش اللي فات كان في بعض الجمهور حضر قبل ما يسلمهم الدكتور سمير عبد الحميد نائب الرئيس، سلمهم للجمهور. الجمهور دوت فضل يشتم في اللعيبه ديت عشان عارفين مين اللي قاد التمرد، عشان في لعيبه وصلت للجمهور مين اللي قاد التمرد دوت عشان ما يتظلموش كلهم. يعني في لعيبه كانت خارج المؤامره دي او التمرد ده، قالوا احنا مالناش دعوه. في لعيبه كتيره مظلومه. بس لو كانوا قعدوا كانوا هيشتموا. الكلام دوت بالظبط كده زي ما اللعيبه قالت لي. فاللعيبه دي قالت لكم او قالت للجماهير ان اللي قاد هذا الامر او هذا الموضوع ان هم يمشوا من الاوتيل على كلامك سيد فريد بالظبط كده، ومحمد حمدي زكي ورامي ربيع. بالظبط كده. وزعلانين قوي من محمد حمدي زكي عشان يحسب من ابن النادي، والنادي هو اللي وداه منتخب مصر الناشئين، وبعد كده كان هيروح للاولمبي لولا الاصابه. احب اقول لك برضو في اعضاء مجلس الاداره دلوقتي في برنامج الكابتن كريم حسن شحاته، اعضاء مجلس الاداره في منهم طلعوا وفضلوا يشكروا في الدكتور عفت. اعضاء مجلس الاداره دول كانوا بيقعدوا معايا في النادي في جنينه النادي ويفضلوا يشتموا في عفت السادات، ويفضلوا يقولوا لي دوت لا يصلح ان يكون رئيسا للاتحاد. دلوقتي لقيتهم طالعين وبيتكلموا مع الكابتن كريم حسن شحاته في البرنامج اللي قبليه كاستاذ كابتن احمد، وقالوا دوت لا دلوقتي ما ينفعش يسيب النادي ولازم يكمل في النادي، ودوت امر خطير جدا. ليه؟ ازاي يعني يشتموه من ظهره ويجوا قدام الاعلام يقولوا دوت لازم يكمل؟ عيب. الكلام دوت ما يحصلش في نادي الاتحاد السكندري. تمام يا عبد الله. بس انت كده قلت لنا على فكره. عايز بس اشكر الاستاذ جاسر منير، عشان الاستاذ جاسر منير دوت يعني الراجل دوت هو اللي شال كل المصايب دي على دماغه. الراجل دوت يعني. تمام يا عبد الله. تمام، بشكرك يا حبيبي. انت قلت معلومه خطيره. ده الراجل قال لك 3 اسماء. لا انا الكلام ده لا، يعني بعد اذن حضرتك يعني لما يتوثق منه طبعا. لا انا بقول على مسؤوليته. لا ما ينفعش. انا بقول على مسؤوليته. ما هو ده يعني الكلام ده ما ينفعش يتقال بعد اذن حضرتك. يعني انا اللعيبه دي ما ينفعش يتقال عليها الكلام دوت الا اذا ثبت هذا عن طريق الدليل القاطع اللي هو تتم التحقيقات زي طب ما كده يبقى انا متآمر انا كمان زي ما الدكتور عفت قال. ما ينفعش الكلام ده يتقال على الهوا. هو قال لك انت قاعد انت والهاني سليمان كده بتتودودوا؟ لا خالص. انا ما قعدتش مع الهاني سليمان خالص. طول كابتن الفريق بديله التعليمات بيبلغها للعيبه، موجود الجهاز بتاعي معايا، بنتحرك كلنا مع بعض، بنقعدوا مع اللعيبه، بنخلص بنطلع اجتماعاتنا، بنرجع تاني على اوضنا بس. قال لك الكلام دوت قال لك الهاني سليمان اسمع يعني قال لك الهاني سليمان مشي من نادي الاتحاد او مضى للنادي الاهلي بعد ما اتهم بالتآمر. طب ما تسيبني اكمل لك التاني يا كابتن. يعني انا بسالك، انا هقول لك الاحسن من كده. انت عايز تحكي، انا هقول لك الاحسن. لا قول. انا هقول لك الاحسن. انا هسكت اهو خلاص. انا هقول لك الاحسن من كده. الدكتور عفت مش مقتنع باحمد ساري وعايز يمشي احمد ساري من نادي الاتحاد، بس الجماهير بتحب احمد ساري وعايزه، واللعيبه بتحب احمد ساري وعايزه يستمر. كله بيحبك ايا كان. في واحد بيحبني يا سيدي وعايز نستمر. الدكتور عفت المفروض يجدد مع الهاني سليمان، لان العقد بتاع الهاني سليمان ينتهي في شهر 6، وفتره الحمايه بتاعته من شهر 1 لشهر 6، لازم يجدد. والراجل دلوقتي بقى حارس مرمى منتخب مصر في ظل التألق بتاعه، بتجيله عروض. المفروض ان يحصل معاه ايه؟ نقعد ونجدد مع الهاني. طب ما حدش عايز يقعد معاه ليه؟ لان الهاني لما طلب ارقام ما حدش هيقدر يتوفى بهذه الارقام، مش هيقدر يدفعوها له.
فالهاني مشكله، الناس بتطالب وبتضغط علينا ان احنا نجدد الهاني سليمان. تمام. احمد ساري عايزين يمشيه، الدكتور سمير عبد الحميد كان في مشكله، فقال لك الدكتور سمير عبد الحميد واحمد ساري والهاني سليمان قعدوا مع بعض وعملوا مؤامره على الفرقه وعايزين يمشوا اللعيبه، يبقى خلص من الدكتور سمير وخلص من احمد ساري وخلص من الهاني سليمان. ده ذكي قوي جدا جدا جدا. انا بقول لحضرتك يعني دي نقطه. مباراه انا عايز اتكلم في الكوره، المفروض ان انا بتكلم في الكوره يا سيدي. انا عايز اقول لك الفرقه وحشه ليه؟ الفرقه زي ما انت بتقول يا كده سيدي بتتغلب الفاضل. ليه؟ يا سيدي الفاضل. انا قاعد والفرقه بتتغلب 4، الفرقه بتتغلب 4 ليه؟ عايز ارد على السؤال. انا يا عم انا سكت اهو. طيب. لان انا عندي اسئله. ايوه. وفي ناس قالوا لي حملت ان انا اسالك برضو من وانا اجاوبك على كل اللي انت عايزه. بس انت يعني انا بكلمك على وضع او على قصه انت مأكدها لي وانا عارفها. موضوع الهاني سليمان مش عايز تجاوبني ليه؟ مش عارف. بقول لك الهاني سليمان مضى للاهلي بعد ما اتهم بالتآمر في نادي الاتحاد، صح؟ هاني سليمان بعد ما اتهم بالتآمر اللي انا يعني سمعته ما عنديش يقين بيه والله العظيم ان هو قعد مع الجماعه بتوع النادي الاهلي، لكن ما عنديش يقين ان هو مضى. بس ده رد انا سالت الهاني سليمان قال لي يا كابتن انا ما مضيتش. بيني وبينه اهو احنا قدام بعض، يا هاني مضيت؟ قال لي لا انا ما مضيتش. سالته امتى قدام بعض؟ امبارح. كنت قابلته امبارح؟ قابلته في النادي امبارح. انت رحت النادي امبارح؟ او قابلته؟ كل يوم بروح وسالته؟ قال لي ما مضيتش. بس قعد معاهم؟ بس ما قاليش برضه، انا عرفت ان هو قعد معاهم من بره. هو بجد الهاني كان ماضي للاتحاد؟ تجديد 2 3 حاجه كده. عايز تخش في المشاكل؟ امال ايه؟ نتكلم. احنا بتوع المشاكل. طيب الهاني سليمان دلوقتي المفروض ان هو عقده مستمر مع نادي الاتحاد وفاضل له موسم او 2. ده دلوقتي حالا؟ المفروض ده اللي كان يبقى. امال ايه اللي جد؟ الجد ان الهاني عقده ينتهي كمان 2 أو 3 شهور. لا فهمني، مش فاهمها قوي. طيب الهاني سليمان وقع على عقد مع نادي الاتحاد السكندري. امتى؟ ب1,100,000 جنيه. امتى؟ السنه اللي فاتت. اللي فاتت دي؟ التجديد كان لمده كام سنه؟ التجديد لمده موسمين. يعني 1,100,000 1,200,000. السنه الجايه واللي بعديها. اللي جايه واللي بعدها؟ ايه ده؟ ده عقد جديد ده ولا ايه؟ ما نعرفش عنه حاجه ده. لا الناس كلها عارفه. الناس مين؟ احنا ما نعرفش ان هو مجدد 2 هنعرف ان هو السنه دي اخر سنه. لا هو مجدد 2 ومضى، والعقد حضرتك المفروض بيمضي 4 عقود، 4 نسخ من التعاقد، مضى على نسخه واحده لا يعتد بيه، فكأنها لم تكن. مين اللي مضى؟ فانت لما يكون عندك الهاني سليمان دلوقتي والنادي الاهلي بيطلبه منك او ايا كان، هتبيعه بكام؟ هيبيعه ب5 مليون على الاقل. انت اهدرت على نادي الاتحاد 5 مليون جنيه. المسؤول عن هذه المشكله هو من اهدر على نادي الاتحاد 5 مليون جنيه. مسؤول شؤون اللاعبين كابتن ايهاب جابر، اللي خلى المضى الهاني سليمان بدل ما يمضي على 4 عقود مضى على عقد واحد، وبلغ الناس وهاني سليمان مضى وهاني سليمان مضى وهاني سليمان، وبعدين فوجئنا ان هاني سليمان عقده ينتهي. استاذ ايهاب جابر؟ طبعا مدير شؤون اللاعبين. مدير شؤون اللاعبين. طب ايه مصلحته في انه ما يمضوش على 4 نسخ؟ الله اعلم بقى، دي خطا دي ايا كان هي ايه. ولا بيعمل شو للدكتور عفت؟ هو كان دكتور عفت وقتها موجود لما في التجديد؟ يعني عايز يعمل شو للدكتور عفت ان انا مضيت لك الهاني سليمان اهو. انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا ليا ايه؟ ان الهاني المفروض كان يكون موقع في نادي الاتحاد، الهاني موجود مش موجود دلوقتي في نادي الاتحاد ومن حقه يروح اي حته. هو خلاص يعني هو راح، هو لسه مش هيروح بس. طيب عايز مشاكل تاني؟ طبعا. طيب عايز، بس اخد سيد فريد الاول. طيب عشان هو اتهم اتهام لازم يرد الراجل. طبعا. يا كابتن سيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك عامل ايه؟ عامل ايه يا كابتن؟ تمام الحمد لله. بناء على مسؤوليه عايز اسلم بس على الكابتن احمد بس. ازيك يا سيد؟ ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يخليك يا رب. كابتن سيد، انت اتهمت من شويه، الجماهير بتقول في اسكندريه ان انت ومحمد حمدي زكي ورامي ربيع كنتوا التمرد ليله مباراه بتروجيت، الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ والله انا سمعت ده، كان اساسا ماشي في الطريق دلوقتي، اساسا ما كنتش قاعد قدام التلفزيون، فما فهمتش الكلام اللي اتقال بالظبط يعني. فموضوع اللي قال الكلام ده مين اساسا يعني؟ الكلام دوت من محرر في جريده اسكندراني اسمه الاستاذ عبد الله الحسيني، وبيقول ان الجماهير ان في لعيبه اكدت للجماهير، لعيبه زمايلك في نادي الاتحاد غسلوا ايديهم من دم الموضوع دوت وقالوا احنا ملناش دعوه، ده اللي عامل الموضوع ده يا جماعه السيد فريد ومحمد حمدي زكي ورامي ربيع هم اللي كانوا عايزيننا نمشي ومصرين ان احنا نمشي ليله الماتش. فطبعا انت اتزج اسمك في الموضوع، فانت قول لي ايه القصه دي؟ بص هو موضوع يعني هو موضوع صحفي، هو ما كانش معانا اساسا في المعسكر. واي حد ما كانش معانا في المعسكر، وانا ما بحبش كلام
الاعلام عامه انا ما بحبش الاعلام عامه. لكن كل المشكله عندنا في اسكندريه ان الناس بتوقع الناس في بعضها، يعني الناس عايزه توقع لعيبه الكره في الجهاز، والجهاز في مجلس الاداره، واللعيبه في المجلس، ده لعيب قال، ده لعيب عمل، ده لعيب سوا. لا طبعا، انا من ضمن اللعيبه اساسا الكابتن احمد موجود وهو يعلم ان انا كنت انا والهاني سليمان ورامي ربيع ومحمود فتحي كنا قدام باب الفندق وما كانش فيها اي مشكله، وانا ورامي ربيع اساسا رحنا جبنا اللعيبه ورجعنا كمان. وحتى كمان نسال الكابتن احمد، انا وقفت معاه وقفت معاه 5 دقايق بعد ما اللعيبه رجعت، انا قلت له ايه؟ والكابتن احمد هو قاعد جنبك ويقول لك انا قلت له ايه اساسا. لكن الموضوع ان حد يقول هم الناس المشكله عشان خاطر النتيجه يقولوا لك ده حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. مفيش لعيبه عامه في مصر بيبقى عايز انه يخسر، بل بالعكس، ده احنا لو كسبنا الماتش ده كانت في فلوس بعد الماتش على طول كنا هناخدها مكافاه ومرتبات شهريه بتاعتنا. ما اعتقدش احنا كلاعيبه يعني سواء اللعيبه اللي بتلعب سواء اللعيبه يا كابتن سيد، طب انت بتقول ان انتوا بعد الماتش كنتوا هتاخدوا الفلوس صح؟ وخدناها فعلا، وخدنا فلوس بعد الماتش، يعني ما فيهاش مشكله. طب ليه بقى الحركه الكوموفلاش اللي اتعملت ليله الماتش دي؟ لا، ما فيش حاجه اسمها كوموفلاش ولا فيش حاجه اتعملت قبل الماتش، ده هو كان سوء تفاهم بس الاعلام هو اللي كبره. يا كابتن سيد، انتوا فريق نادي الاتحاد السكندري بايتين ليله ماتش بتروجيت في الاوتيل وطالعين تاني يوم تلعبوا ماتش بتروجيت. ايه اللي نزلكم بالليل تاخدوا عربياتكم؟ والكابتن احمد ساري قاعد قدامي اهو، قاعد يقول لكم يا جماعه ما تمشيش، وانتوا مشيتوا قدام الاوتيل، واللي مشي بعيد شويه واللي راح روح. لو جالنا الفلوس، لو توعدنا بالفلوس هنرجع تاني. هو ما حدش، هو سوء تفاهم، واحنا لو هنيجي من اساس المشكله مش هنتكلم كتير، يعني لو هنيجي من اساس المشكله مش هنخلص. لكن الكابتن احمد فعلا الراجل قعد اتكلم معانا، يا جماعه ما ينفعش، يا جماعه ما ينفعش، بس اللعيبه كان في بعض اللعيبه كلها كانت زهقت من كتر الوعود، مش اكتر من كده. يا كابتن في لعيبه غيركم في انديه كتيره في الدوري الممتاز كانت صبرانه على انديتها، اشمعنى انتوا؟ لا، واحنا صبرنا في الكفايه يا جماعه. احنا يعني انا كلاعب انا بقالي 5 سنين في النادي. انا نادي الاتحاد عمري في حياتي ما رحت عند اتحاد الكره ده وفكرت ان انا امسك نادي الاتحاد. انت السنه دي خدت كام؟ انت السنه دي خدت كام من فلوسك يا سيد؟ يا جماعه اسمع بقى كلامي. واللي بيطلعوا النادي في اي وقت انا باخده ما بتكلمش، يعني حتى لو ليا مثلا 100,000 جنيه وطلع لي 1000 جنيه باخده وما بتكلمش. ايه اللي جد السنه دي؟ ما فيش موضوع اللي جد السنه دي، الموضوع يا اخي الظروف كلها عامه ما كانتش متاحه السنه دي. الظروف من اول السنه اساسا موضوع ان احنا ما كانش فيه دوري انه هيتلعب، كنا بنتمرن 3 ايام في الاسبوع، برضه امكانيات النادي ما كانش فيه دخل، كان النادي كان بيضطر ان هو ما يأخر المستحقات بتاع اللعيبه فين وفين، لما كان بيمشي الناس وبتاع وبيدي. فلما جه الدوري اللعيبه خلاص ما فيش موارد في النادي، فلما جه الدوري اللعيبه خلاص بتطلب بحقها. النادي طب اصبروا، طب اعملوا، طب استنوا شويه، فاللعيبه كانت كبرت. يعني هي المشكله كل الموضوع حصل سوء تفاهم قبل الماتش بيومين او 3 ايام هو اللي بوظ الدنيا. سوء تفاهم بس. يعني انتوا لما تسيبوا الفرقه ليله الماتش ده سوء تفاهم. هو الموضوع كله من قبل الماتش اصلا من 3 ايام كان سوء تفاهم، لكن هو المشكله ان الاعلام بيكبر الموضوع. دي المشكله، الاعلام والصحفيين عامه اللي بيكتبوا في المواقع ان مثلا ده مثلا الكابتن احمد ساري كذا، ده لعيبه بعض اللعيبه عملت كذا. هو مفيش الكلام ده اساسا يا كابتن. اقول لك على حاجه يا كابتن، دي واقعه ما حصلتش، افتكر ما حصلتش قبل كده. عارف ليه حضرتك؟ عارف ليه؟ عشان في بعض من الاعلام طلعوا اتهموا الكابتن احمد ساري والهاني سليمان. ده دكتور عفت السادات اللي اتهمهم، مش الاعلام. لا هو يا كابتن سيد، انت اتكلمت عن الاعلام بريء مما تقول، لسبب لان الواقعه دي حصلت، وطالما حصلت احنا لازم نقولها. انا بتكلم في نقطه ان النقطه اللي اتقالت ان الهاني سليمان والكابتن احمد لا انت بتقول ان الاعلام لا يا سيد. انا يعني ايه؟ هو مين اللي قال؟ طيب انا اخوك الصغير، يا سيد انا اخوك الصغير يا حبيبي، ايه يعني خد مني، يعني واخد بالك انت، انا اخو الصغير لناس كتير قوي، فاسمع مني. يعني
انت بتقول يا سيد ان الاعلام بيضخم. هو الاعلام اللي راح قال لكم امشوا من الاوتيل ليله الماتش وانتوا شايلين فانيله نادي الاتحاد السكندري؟ واللعيبه ما كانتش مشت، ده الخبر طلع من قبل ما اللعيبه تتحرك. لا اللعيبه كانت مشت يا كابتن. لا اللعيبه كانت مشت، وبعد ما اللعيبه مشت توردت الانباء، والكابتن احمد ساري كلم الدكتور عفت وكلم الناس في الاداره، يا جماعه الحقوا اللعيبه ماشيه، تعالوا هاتوا فلوس، احنا عايزين نقعد اللعيبه، تعالوا اقعدوا معاهم، وانتوا كنتوا مشيتوا. فاحنا طبيعي يا كابتن سيد ان احنا نتحدث عن ما تفعلون. والكابتن احمد قاعد جنبك اهو، اللعيبه سمعت كلام الكابتن احمد. يعني انتوا مشيتوا؟ يعني انتوا مشيتوا من الاوتيل؟ لا اسمعني انا بس، اسمعني خد بالك. مشيتوا من الاوتيل يا كابتن سيد؟ ما هو انت زمان بتجيب الموضوع من اوله، مره تجيبه من اوله ومره تجيبه من اخره. ما انت مره تجيبه من اوله ومره تجيبه من اخره يا كابتن سيد. انا بتكلم على واقعة ليله المباراه، انتوا مشيتوا ولا ما مشيتوش؟ سيد هو خلاص الموضوع ايا كان، احنا عايزين نقفل القصه دي. اصل انت عارف يا كابتن احمد انا بتكلم في ايه؟ ان انا مش فاهم مين اللي قال ان هاني سليمان والكابتن احمد هم اللي عملوا الموضوع ده. خلاص دكتور عفت السادات اللي قال. ايه؟ دكتور عفت السادات اللي قال. لا انا ما سمعتش بصراحه، انا عامه ما سمعتش انا سمعت الكلام ده على مواقع بس مكتوبه على النت مش اكتر من كده. لا ده طلع في لا ده حول هاني سليمان والكابتن احمد ساري للتحقيق عبر شاشات التلفزيون. لا وانا بقول ان اللي حصل في ليله المباراه كانت 18 لعيب هم اللي اتفقوا مع بعض وهم اللي خدوا قرار، كانوا 18 لعيب، لكن ما فيش حد قال ولا الهاني ولا الكابتن احمد قالوا اتحركوا من الفندق ولا اي حاجه. تمام يا سيد، بشكرك يا حبيبي. مفيش اي مشكله. بشكرك يا حبيبي. اللعيبه ما عندهاش مشاكل. لا يعني انت ايه بقى، عايزين نمشي الموضوع كده بالعدل بيني وبينك. يعني انت المواضيع اللي انت بتاخدها وبتبقى في صالحك بتاخد راحتك فيها، لما انا باجي بحكي احكي بس. طب تحكي بعد الفاصل؟ معلش مضطر اروح الفاصل، انا نفسي اسمع حكايتك ومش هقطع. حلو؟ نروح للفاصل. هذا البرنامج برعاية